والعاجي الافواري موكورو. فهذه قوة فريق العاجي. يجب أن فريق الأهلي بطرابلس اليوم أنه هو أولا يكسب الثقة أول خطوة. هنرجع نحكي على فريق الهلال. نعم، بس كيف الثقة مهمة جدا مهند في بداية كل مباراة. طبعا يفوتك هو الفريق يتفوق عليك بعدد المباريات، ومنافسة المحلية مهمة جدا مهند. منافسة المحلية مهمة جدا. لاعب 9 مباريات في الدوري، مسجل 20 هدف، مسجل 20 هدف، مستقبل هدف واحد، جاي من منافسة. انت تعرف انت الاعداد، احنا ما عندناش دوري، هذه مشكلة كبيرة. فريق الأهلي لعب مباراة واحدة مع الفريق المالي ذهاب وإياب، ومع الفريق الملعب التونسي اعتقد او قبل 3 ايام، وتعادل معه 3-3. هذه في فارق كبير جدا. لكن الاهلي الان مطالب، رياضي الاهلي مطالبين باول عامل نفسي جدا، عامل نفسي انه هو يدخل في ثقه في النفس. مش ما فيش مفروض ما فيش تكون افراط يعني في الثقه في النفس، ما يكونش في خوف يعني ان المنافس قوي وكذا. نعم، هذه عامل اول. العامل الثاني اين ننصح انه يكون حيازه الكره القدم العصريه، انك انت تملك الكره في قدمك بين لاعبينك، حيازه بكل ثقه. طيب نعم، الشباب قالوا لي ان التقرير مباراه اليوم جاهز. نشوفوا التقرير ونرجع نكفوا حديث مع الكابتن علي وضيوفنا الكرام. يستأنف الأهلي بطرابلس مساء اليوم السبت مغامراته الإفريقية بدوري الأبطال، حيث سيلاقي بملعب الشاذلي سويتن بالعاصمة التونسية فريق الهلال السوداني في ذهاب الدور 32. ويرغب الأهلي بقيادة المخضرم طارق التايب في تحقيق نتيجة مشرفة قبل السفر إلى مدينة أم درمان السودانية لخوض لقاء الإياب أمام أبناء النيل الأزرق. وكان رفاق الدولي محمد الغنودي خاضوا يوم الثلاثاء الماضي اختبارا جيدا أمام فريق الملعب التونسي، حيث سعى المدرب جمال أبو نوارة للاستفادة قدر الإمكان من هذا اللقاء، بعدما أشرك معظم لاعبيه من أجل الوقوف على جاهزيتهم الفنية والبدنية قبل المواجهة المرتقبة أمام وصيف بطل الدوري السوداني. نهاية اللقاء ومعطي الأفراح الأهلاوية في كل الميادين الليبية بفوز الأهلاوي بهدفين مقابل هدف. أتمنى التوفيق إن شاء الله للشباب في مباراة اليوم. أستاذ علي، كيف تشوف استعدادات الأهلي قبل مباراة اليوم؟ استعدادات كانت الأهلي مكثفة الحقيقة في معسكرة بعد مباراة تاهلة مباشرة. كان اليوم الثاني من تاهلة، انتقل لطرابلس وعسكر في معسكر داخلي في طرابلس، وأجرى عدة مباريات ودية في طرابلس. كذلك ثم انتقل لتونس مطلع الأسبوع هذا الأسبوع الماضي. كانت نعم. زي ما نشوفوا قدامنا كابتن علي، الفريقين يجروا في عمليات الإحماء قبل انطلاق دقائق المباراة، حوالي نصف ساعة تقريبا. الهلال موجود على يمين الشاشة وشباب الأهلي موجودين على اليسار. موقعة كبيرة كابتن. هو حوالي 35 دقيقة أو 40 دقيقة ما زالت على المباراة. دائما الإحماء مطلوب، الإحماء الجيد مطلوب. نذكر أن جمال بنوارة أجرى مباراة قبل ما، زي ما ذكرنا قبل التقرير، أجرى مباراة مع فريق الملعب التونسي. وفي الشوط الأول كان فريق الأهلي متفوق ب3 أهداف، وبعدين جمال بنوارة قبل 3 أهداف. قبل 3 أهداف. مش مطلوب أنه يفوز في مباراة ودية، مطلوب أنك أنت تتوقف على كل امكانيات فريقك. يعني كابتن علي، انت مع ان المباراه الوديه مش مقياس مباراه اليوم؟ لا، مش مقياس. انك انت مباراه وديه، انت بتجرب فريق اللعيب نتاعك اللي ما لعبش في المباراه الرسميه، بتجرب طرق اللعب جديده، بتجرب طرق اللعب، طريقه اللعب اللي بتلعب بها جديده. اعتقد جمال بنوارة بيغير من طريقه اللعب. اعتقد حيلعب مباراه اليوم، وهذا الاكيد ان شاء الله. يعني مش حيكون تكتيكي زي مباراه اونز المالي، حيبادر بالهجوم شويه في مباراه اليوم. شوف، الحذر مطلوب. اولا انت قبل لا تسجل، قبل في المباريات يا مهند، قبل انك انت تفكر تسجل هدف، انك يجب انك انت ما تقبلش مرتك هدف. هذه الخطوه الاولى. ثم تفكر كيف تلعب انك انت تجيب الهدف. ان الفريق السوداني هو اعتقد في ال10 دقائق الاولى هي مباراه جس نبض، ونعرف ان
في اليوم في ملعب شادلي في امطار، ان شاء الله امطار خير على فريق الاهلي، وان شاء الله نعرف ان اللاعب الليبي يعرف يلعب قدام تحت الاجواء الامطار، وما اعتقدش فريق السوداني الله اعلم ما يعرفش يلعب على الكوره في ويبقى فريق كبير. العشري مدرب كبير كابتن علي، يعرف الكره الليبيه كويس. وصل مع الاهلي بنغازي لدور المجموعات في الافريقيه في 2014، ورغم بعض الظروف ممكن كنا نشوفوا الاهلي بنغازي في الرباعي. حسب الاعلام السوداني وحسب القنوات الفضائيه اللي رصدت استعدادات فريق الهلال في تونس، كان تصريحات طارق العشري كلها في حذر، يتخوف من فريق الاهلي. الاهلي امام طارق العشري كتاب مقفل، مش عارف فريق الاهلي، لان مبارتين فريق المالي ما كانش الاهلي في يومه، اختلف فريق الاهلي من مباريات الوديه اللي كانت في طرابلس. نعم. واخر مباراه قداش في افريكا سبور 5 كان متغير المستوى الاهلي. اعتقد ان طارق العشري حيلعب بطريقه بدايه المباراه بحذر من فريق الاهلي. نعم. عموما نتمنى التوفيق ان شاء الله للكابتن جمال وينتصر اليوم على العشري. عندنا عمل بسيط على فريق الهلال السوداني يستعرض تاريخه شويه، نشوفوه ونرجعوا لكم من جديد. طبعا للحديث اكثر في هذه التغطيه الخاصه عن هذه المباراه ينضم الينا عبر الهاتف الاستاذ والاعلامي الرياضي زين العابدين بركان. استاذ زين نورتنا في هذه التغطيه. اهلا بك مهند، واهلا بضيفك العزيز السيد علي البوسيفي وكل الساده المشاهدين. نعم استاذ زين، اول لقاء بين الفريقين كان في 74 2-2 في طرابلس و3-0 للفريق السوداني في السودان. نعم طبعا هذه مواجهه طبعا بتتكرر بعد غياب دام حوالي 42 عام. اول مشاركه او اول حوار رسمي يجمع الفريقين الكبيرين اللي زي ما شرحت حضرتك كان في ملعب طرابلس لقاء الذهاب وانتهى بالتعادل 2-2، سجل ثنائيه اهلي طرابلس علي الاسود وسالم النفاتي. ثم في لقاء العوده في الخرطوم حسم فريق الهلال السوداني بطاقه التاهل بعد ما فاز 3-0، وكانت تلك يعني اول مواجهه رسميه بين الفريقين، واللي تعود اليوم بهذا الحوار الرسمي الثالث اللي يجمع ممثل الكره الليبيه الاهلي طرابلس مع ممثل الكره السودانيه فريق الهلال السوداني صاحب الصولات والجولات في الملاعب الافريقيه. طيب كابتن زين، اول فريق ليبي اقصى فريق سوداني هو فريق الوحده، واخر فريق هو النصر في 2013. تتوقع اليوم الاهلي يقطع مشوار كبير انه يقصي الهلال؟ والله ان شاء الله اكيد. طبعا نحن لازم نكون واقعيين، طبعا المباراه اكيد مباراه يعني صعبه على الفريقين سواء كان على الاهلي بطرابلس ام على الهلال السوداني. طبعا فريق الاهلي بطرابلس لو شفنا بدايه هذا الموسم في مشاركته في دوري ابطال افريقيا واضح انه هو حاول انه يستفيد من اخطاء اخر مشاركتين له متتاليتين اللي خرج من خلالهم في الدور التمهيدي، واستطاع هذا الموسم في راينا الشخصي اهلي طرابلس ان يتجاوز عقده البدايه الافريقيه ويخطو الخطوه الاولى بنجاح ويتاهل بجداره من خارج ملعبه على حساب اونز المالي بعد ما فاز وحقق انتصار تاريخي 2-1 في موراكو. ثم في لقاء العوده استطاع الاهلي طرابلس انه يحافظ على نتيجه مباراه الذهاب في باماكو ويحصل بطاقه التاهل للدور الثاني، حتى وان كان الاداء ما هوش مقنع، ولكن في كل الاحوال حقق الاهلي طرابلس المهم واستطاع ان يتجاوز عقبه الدور الاول. لكن طبعا مباراه الهلال السوداني اليوم اكيد حتكون هي الامتحان والمحك الحقيقي، واعتقد ان نتيجه مباراه الذهاب اليوم ستكون هي مفتاح العبور والتاهل للدور الثاني. فمطلوب اليوم من فريق اهلي طرابلس انه هو التركيز مطلوب جدا. مباراة اليوم ما تحتملش الاخطاء، مباراة اليوم ما تحتملش القسم على اثنين. المطلوب اليوم من اهلي طرابلس اولا هو الفوز اولا، ثم الحفاظ على عدم حصول اي هدف في شباكه حتى تكون الامور مريحه بعض الشيء في لقاء العوده
في الخرطوم. ما ننساش ان فريق الهلال السوداني فريق طبعا فريق كبير، استلم مهام التدريب منذ منتصف فبراير الماضي المدرب المصري طارق العشري. الفريق السوداني زي ما نعرف جميعا هو الان متصدر الترتيب في الدوري السوداني برصيد 25 نقطة بعد ما لعب 9 مباريات، فاز 8 مباريات وتعادل في لقاء واحد ولم يتلقى أي خسارة هذا الموسم. بلغة الأرقام هذا الموسم نجد أن فريق الهلال السوداني سجل 20 هدف واستقبل في الشباكة هدف وحيد، وهذا إن دل على شيء إنما يدل بلغة الأرقام أن فريق الهلال السوداني يمتلك قوة هجومية صحيح زين، وأيضا لديه حارس مرمى جيد، وأيضا لديه خط دفاع متماسك، بدليل أنه هو ما استقبلش إلا هدف وحيد في 9 مباريات. صحيح زين. المباراة زي ما اشرت لك مباراة طبعا أكيد حتكون صعبة، سواء كان للهلال أم الأهلي بطرابلس. فريق الأهلي فريق شاب، لاعبي الشبان لديهم الطموح ان هم يمشوا بعيد في هذه المشاركه. الهلال السوداني لابد ان يعرف الجميع ان فريق يمتلك الخبره والتجربه الدوليه الافريقيه الكبيره جدا. يكفي ان نقول ان فريق الهلال السوداني يشارك هذا الموسم في دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه عشر على التوالي، يعني من عام 2004 حتى هذه المشاركه 2016 فريق الهلال السوداني يشارك في كل موسم في دوري ابطال افريقيا، واخر دور له كان في العام الماضي عندما وصل للدور نصف النهائي. اذا نحن امام مواجهه كبيره جدا، حوار عربي يجمع ممثل الكره الليبيه الاهلي طرابلس بفريق شاب يقود المدير الفني جمال بنواره، وايضا ما ننساش خبره الفريق طارق التايب اللي ممكن اليوم يكون له دور، خاصه اذا ما فكر بنواره جيدا انه يدفع به في الشوط الثاني، على الاقل يعطي دفعه معنويه للفريق. واكيد انا متاكد ان بنواره اليوم حيكون في حاجه لطارق التايب في توقيت مهم في الشوط الثاني، في مواجهه زي ما قلنا الهلال السوداني اللي بمر بواحده من افضل فترات هذا الموسم. طيب زين، على واجهتي زميل زين السوداني ودوري الابطال. اخي زين، ما دامك تحدثت في الاخر يعني البوسيفي زين، رحبوا بيك ونشكرك على المداخله فيك ونحييك انت واليوم ثنائي رائع انت مهند. ما دامك تحدثت في اخر تحليلك القيم اللي قدمته لاستوديو تحليلي 218، ما دام تكلمتوا على جمال بنواره، جمال بنواره اتتنا من ملعب شادلي زويتن بان اليوم سيشرك مهاجم ثاني مع الغنودي هو علي امادو، كيف تقرا هذا التحليل وهذا مشاركه المهاجم الثاني؟ اكيد طبعا مباراه اليوم زي ما قلت لك، يعني اليوم اهلي طرابلس بيرفع شعار الفوز، ولا بديل غير الانتصار بالنسبه لاهلي طرابلس اليوم، ولا بديل غير الفوز. وزي ما اشرت لك عدم قبول اي هدف في مرماه حتى تكون الامور الى حد ما افضل في لقاء العوده في الخرطوم. نحن شفنا في المواجهه الاخيره على سبيل المثال الاياب مع فريق اونز المالي، شفنا كيف واجه بعض الصعوبات فريق الاهلي بطرابلس على مستوى الناحيه الهجوميه. غنودي وحده قد لا يؤدي دور كبير جدا، واضح ان اللمسه الاخيره والفاعليه يفتقدها فريق الاهلي بطرابلس، لكن انا كنت مستغرب من عدم مشاركه المهاجم المالي علي امادو في المباراتين الاخيرتين، وانا اعرف هذا المهاجم جيدا، كنت قد تابعته لما كان مهاجم فريق النجمه، لاعب يمتلك استعداد بدني كبير، لاعب يمتلك حس تهديفي كبير جدا، وبالتالي انا متاكد اليوم الغنودي مع علي امادو حيشكلوا ثنائي كبير جدا، وان شاء الله تكون الامور على مستوى التهديف حتكون جيده. يعني انا متاكد ان اليوم الغنودي حيتالق بوجود امادو حيتالق بوجود الغنودي، وكل منهم حيكمل الدور الاخر. وبالتالي انا اتفق معك في هذا الراي، وانت سعدتني بهذا الخبر ان امادو اليوم موجود في القائمه الاساسيه برفقه الغنودي. شكرا لك استاذ زين، يعني اثريتنا بهذه المعلومات، وان شاء الله زي ما قلت انت يعني الفريق يتوفق اليوم يرفع شعار الفوز. كابتن علي، استاذ زين تحدث عن العديد من النقاط اهمها. الاهلي اليوم لازم يلعب انه ما يقبلش جول في مرماه. هو ايد اللعب الاهلي باثنين مهاجمين. هو اليوم اعتقد التشكيله حيكون حسن عريبي خارج التشكيله الاساسيه، وبدله يلعب علي امادو بجوار الغنودي. حيكون الغنودي اعتقد انه كلاعب تكتيكي خلف امادو يسحب المدافعين معه. نعطي معلومه للاستاذ زين زميلنا ونشكروه على هذه المداخله القيمه اللي يترانا بها الاستوديو التحليلي، ان علي امادو كان يمر باصابه، كان مجبر جمال بنواره انه هو عدم اشراكه، كان عنده إصابة خفيفة بداية تمزق، تعافى الحمد لله، إن شاء الله يتألق اليوم. علي امادو يجيد كل مهارات المهاجم الهداف،
يجيد تسديد من خارج منطقة الجزاء، يجيد ضرب الكرة بالراس، مركز صح. كذلك الغنودي نعرف أن الغنودي يحتاج للاعب آخر كمهاجم من يتحرك جيد بدون كرة، محمد الغنودي. وعندنا أعتقد تقرير لمحمد الغنودي في استوديو اليوم. وعلى ذكر محمد الغنودي صحيح عندنا تقرير، لكن نعم الشباب في الكنترول قالوا لنا التقرير جاهز. خلونا نشوفوا التقرير عن نجم الأهلي طرابلس محمد الغنودي ونرجع نكملوا تغطيتنا اليوم. ترجع الكرة الآن إلى حمدي، حاول استخلاص الكرة إلى الغنودي. ومال حبيبي مالو، قولوا لي واش جرالو، البارح كان يبغيني واليوم تغير حاله. نتفق أو نختلف، فإنه يبقى واحدا من الأوراق الرابحة لفريقه بعدما قاده لانتصارات باهرة وتتويجات طال انتظارها. إنه النجم والمهاجم محمد الغنودي لاعب الأهلي بطرابلس، والذي نقش اسمه بحروف من ذهب في سجلات ناديه التاريخية بعدما قاده في الموسم قبل الماضي للفوز بلقب بطولة الدوري الليبي بعد أكثر من 10 مواسم من الغياب، بينما حاز هو على لقب هداف الدوري بامتياز. تنفذ ركلة الجزاء الآن، تلعب والهدف الأول. الغنودي أو الفتى الذهبي كما يلقبه محبوه عاد هذا الموسم ليقود فريقه للتأهل إلى الدور 32 لدوري أبطال أفريقيا بعد أن منحه هدف الانتصار على منافسه أونز كرياتوز المالي. صاحب الرقم 29 لا زال رقما مميزا بقائمة الأهلي، وهو يسعى دائما للتفوق على غرار تفوقه بدراسة الطب. نعيشوا في الهنا، صدقني ولا فارقني ونغيروا في الحالة، هجرني وخلاني يمكن انساني، انت ماما نفع من بعد تعاني. واشتي مال حبيبي شوفوا لي مالو، بدالو قولوا لي مالو، مال حبيبي شوفوا لي مالو، بدالو قولوا لي مالو. ان شاء الله بالتوفيق للاهلي وبالتوفيق للجولدن بوي اليوم في مباراه اليوم. معنا عبر الهاتف الكابتن محمد بركات المعلق الرياضي. كابتن نورتنا في تغطيه اليوم. تحيه طيبه لك مهند لضيفك الاستاذ عبد الشافي، وتحيه لكل مشاهدي قناه 218. نعم كابتن محمد، اليوم بنوار يلعب 9 المباراه اللي فاتت ضد اونز كيراتوز المالي. تحدثت عن مساله العقم الهجومي حضرتك. اليوم علي امادو والغنودي في الهجوم، مباراه كبيره ضد هلال ام درمان. هو شوف بصراحه يعني الاهلي يرغب في الفوز ويرغب في التاهل، ورغبه الفوز تتطلب جرأه وتتطلب روح المغامره. صحيح ثلاثي هلال ام درمان فريق قوي، فريق يمتلك تاريخ، ولكن يجب ان تؤمن بحظوظك، ويجب ان تؤكد انك ايضا الاهلي من يواجه الهلال السوداني. وعموما يعني الهلال السوداني صحيح يعني السنوات الاخيره اعتاد ان يصل الى دور المجموعتين في الشامبيونز ليج، وايضا اعتاد ان يغادر الادوار التمهيديه الاولى. 2013 غادر السباق امام سيري سبور الإيفواري بخساره 4-1 في كوت ديفوار. ايضا في عام 2010 اقصي على يد الاسماعيلي المصري. الفريق السوداني صحيح فريق صعب المراس وقوي، ولكن في مشكله عند السودانيين. لو الفريق السوداني يقبل هدف وينهار قد يخسر ب3-4 عادي جدا. في سنه 2005 هلال ام درمان فاز ذهابا على الترجي التونسي 3-1 في السودان. ايابا متقدم 1-0 والمتبقي 20 دقيقه. انهار الفريق السوداني واستقبل 5 اهداف وتاهل الترجي على حسابه. يجب على الاهلي ان يدرك جيدا ان الفريق السوداني صحيح قوي، ولكن تكتيكيا فريق متواضع جدا. اليوم الاهلي لو يلعب مباراه بدهاء ومكر تكتيكي قادر ان يتجاوز الفريق السوداني. عموما عندما نتحدث عن الهلال السوداني نتحدث عن نقاط قوه هذا الفريق اللي ضم لاعب الايفواري الشيخ موكورو، لاعب ممتاز جدا. على جمال برورة ان ينتبه جيدا وان يركز على منطقه وسط الميدان.
نعرف ان فريق الهلال السوداني تألقه الافريقي كان وراء العديد من اللاعبين الافارقه والصفقات الكبيره اللي قام بها، هم كانوا سر نجاح الفريق في السابق. الفريق استعان بسادومبا وقبل ذلك بإفياني، عدة اسماء تألقت مع الهلال. الهلال هذا الموسم يستعين بالشيخ موكورو، وهو واحد من اهم الاسماء، بالاضافه للمدافع السنغالي سليمان السيسي في الجهه اليمنى، لاعب عنده ادوار هجوميه باستمرار. ايضا لا ننسى سرعه البشا ومذكره كاريكا. لا ننسى ايضا في وسط الميدان يسار حامد. فريق السوداني على مستوى. نعم كابتن محمد، انت تحدثت عن نقاط قوه الهلال السوداني، في اللي يقول لك ان نقطه القوه الاكبر في الهلال السوداني هو طارق العشري اللي يعرف الدوري الليبي صح ويعرف الفرق الليبيه صح. شوف هو اكيد يعرف الكره الليبيه طارق العشري، لكن اليوم شوف الفريق السوداني راهو دربوه عده مدارس مدربين كبار. راهو مشكله اللاعب السوداني يضيع في جزئيات بسيطه امام انديه شمال افريقيا. الهلال السوداني يضيع لما انت تلعب بالتزام تكتيكي عالي جدا تقدر تفوز على الفريق السوداني. راهو الزول يلعب في كوره مليحه كوره حلوه، لكن في نهايه المطاف لما تكون انت اكثر مكر ودهاء في الملعب تقدر تسرق منها المباراه. محمد مباراه اليوم ايوه محمد علي بوسافي. محمد منور ان شاء الله معنا في الاستوديو. محمد كيف تقرا دفاع الاهلي خاصة في آخر مباراة تلقت مرمى الأهلي 3 أهداف في مباراة الملعب التونسي، كيف تقرأ وخاصة أن حارس شاب أحمد الفيتوري ودفاع ممتاز بين الخبرة والشباب، كيف تقرأ دفاع الأهلي؟ هل يستطيع صد هجوم الهلال؟ يعني هي مباراة ودية صحيح كل شيء، وثاني شيء احنا ما تفرجناش على المباراة حتى يعني نشوفوا يعني من وين الاخطاء. ممكن راهو الدفاع والحارس يقبلوا حتى 4-5 اهداف، لكن ما يكونش السبب في الاهداف راهو الدفاع والحارس، لان الدفاع راهو يبدا من وسط الميدان. صحيح يبدا من الضغط ايضا حتى من الهجوم. احيانا يعني اللاعبين الوسط الميدان ما يقوموش بواجبهم الدفاعي، فلهذا احنا ما نقدرش يعني لو كان تفرجنا على مباراه الملعب التونسي هي مباراه وديه. ممكن يعني جمال بنواره في الشوط الاول استعان بالاسماء الاساسيه، وفي الشوط الثاني ممكن يغير الفريق، ما نعرفوش يعني ما عندناش يعني المعطيات على هذه المباراه. عموما هي مباراه الملعب التونسي مباراه مهمه للاهلي باعتبارك انت تلاقي فريق تونسي، فريق يعني من حيث الاستعداد فريق جاهز. الملعب التونسي على فكره مرحله الاياب استعان بفريق كامل. طيب كابتن محمد مؤشر قبول الاهلي في مباراه الملعب التونسي 3 أهداف في الشوط الثاني، برايك يخوف في مباراه اليوم ولا لا؟ لا ما عندها حتى علاقه. صحيح نعم مباراه وديه تجريبيه ما عندها حتى علاقه اطلاقا. نعم وشوف مباراه اليوم، شوف اللي يخوف مباراه اليوم شيئين: الركنيات والكرات الثابته، باعتبار ان الفريق السوداني يمتاز بطول قامه، وتعرف احنا لعيبتنا كلهم ما شاء الله يعني بالذات اللي في الارتكاز كابتن محمد عيسى وموزيس ما يمتازوش بطول القامه، وهذه مشكله كبيره. نحن استشعرناها شويه في مباراه اونس كرياتوز، لكن ما كانتش واضحه بحكم ان الفريق متواضع شويه فنيا. شوف يعني مباراة اونز كرياتور يعني بسلبياتها مباراة الإياب، لكن قد تكون يعني المباراة الماضية الأخيرة والتعادل السلبي أمام الفريق المالي قد يعطي للاعبي الأهلي اليوم شحنة كبيرة لتقديم أفضل ما لديهم. لو الأهلي انتصر بنتيجة كبيرة ممكن تكون يعني الأغاني والتهليل اللاعبين يضيعهم على هذه المباراة. اليوم اللاعبين في المحك امام حتميه تقديم مستوى يليق بسمعه الاهلي طرابلس، وايضا تقديم اداء يكون من خلالها الاهلي ند قوي لفريق هلال اومدرمان. ان شاء الله اليوم نشوف فريق الاهلي يكون جريء ويلعب المباراه من دون عقد من دون خوف. تعرف انت الكومبلكس المركب هو سبب من اسباب الاخفاق لكرتنا. المفروض نتعاملوا مع المباريات تعامل عادي، احترام الخصم وليس الخوف. نعم. وتدخل للمباراه يعني زيها زي اي مباراه ثانيه، تدخل ومن اجل انتصار ومن اجل انك انت تتاكد انك انت عندك رغبه تواصل المشوار الافريقي. صحيح فريق هلال اومدرمان فريق متمرس، وعلى فكره هلال اومدرمان راهو التمرس اللي خداه هلال اومدرمان ابتداء من 2004 لما خسر
في الشامبيونز ليج وانتقل وتاهل لدور المجموعتين للكونفدراليه. كانت الانطلاقه لهلال اوردرمان وبعدها تواصل قصه التاهل باستمرار للمجموعات. استمرت ايضا من عام 2007 الفريق اللي كان فيه هيثم مصطفى البرنس وكان فيه كورونغو وكان فيه عده اسماء مع فريق الهلال كان قوي واستمر. بس المفروض يفك هذا، يفك الحاجز هذا، والانديه الليبيه بصفه عامه زي ما فك الهلال السوداني قبل 12 سنه. مباراة اليوم نتمنوا شيء واحد. نعم كابتن محمد حضرتك ما زلت موجود معنا في هذه التغطية، خليك معنا على الخط. نرحبوا بالاستاذ بشير الحجاجي اللي حيكون معلق مباراة اليوم. استاذ بشير نورتنا في هذه التغطية، وفي البداية ضعنا في أجواء اللي تسبق مباراة اليوم ب10 دقائق تقريبا. مساء الخير اخوي مهند، طبعا تحيه ليك لكل المشاهدي قناه 218 اللي تحرص على الوصول الى المشاهد الكريم وإرسال الخبر الرياضي ومتابعة كل الأحداث الرياضية. المباراة طبعا قبل حوالي 20 دقيقة من بداية المباراة نحن في ملعب استاد لوزويتن في مدينة تونس، والأجواء هنا ماطرة منذ الصباح، أجواء تعطي الأسبقية حقيقة من خلال الأجواء هذه اللي يرتاح فيها اللاعب الليبي قبل طبعا انطلاقة المباراة في ملعب استاد لوزويتن. الأجواء هنا رائعة جدا، والشباب حقيقة نرى في وجوههم نبرة الفوز يعني موجودة حقيقة، بالرغم من ربما تقبل أيضا الاسم الهلال، ولكن يبقى الأهلي دائما حاضر في المناسبات الكبيرة. نعم كابتن بشير، التشكيلة نحن عندنا التشكيلة المبدئية اللي حيلعب بها الكابتن جمالي 4-4-2، نبغى منك تأكيد يعني بحكم أنك موجود في الملعب حاليا. بالتأكيد طبعا التشكيلة يعني بعد لحظات يكون طبعا موجود معي اللاعب القدير السابق للمنتخب الوطني فريق الاهلي مباكر الحرك، وان شاء الله يعني نكونوا معكم على الهواء مباشره في خلال دقائق معدوده من النقل المباشر، يعني ممكن يكون معك بكر اللي يعطيك التشكيله. نعم كابتن ابو بكر اهلا بك. السلام عليكم. مرحبا كابتن ابو بكر نورتنا. طيبه ليك. اهلا استاذ علي، تحيه طيبه ليك ول مقدم الاستوديو مهند نجم، نحييك.